مبادرة شبابية حول ظاهرة الإرهاب تم تقديمها اليوم خلال ندوة صحفية بقاعة بلدية القيروان، حضرها عدد من نشطاء المجتمع المدني ونقابة الأمن والحقوقيين ومعظمهم من الشباب، وذلك تحت إشراف الهيئة التنفيذية للمشروع الذي تم عنده شوية فلوس، ولكن غاب عنه مسؤولون كثيرون. حول مسألة مجتمعية مطروحة بشدة في المجتمع التونسي اللي هي مسألة الإرهاب. حبيت نحطها في إطارها الحقيقي أولا، معنا في إطار بلورة الفكرة إنه تطور طبيعي لمراحل العنف المنظم. حاولت نخمم كيفاش نجموا نوجدوا حلول للقضاء على الظاهرة هذه. توصلت الى انه الحلول ما نجمش نطرحها وحدي، لازمها تكون في اطار حوار ما بين جميع التنظيمات الشبابيه من منظمات، جمعيات، فصائل شبابيه، الاحزاب السياسيه والشباب العادي الغير مهيكل عن طريق الاطر اللي نجم نوصلوا بها. قايمين على المشروع الحوار الوطني للشباب، اسكو انتوما باش تحطوا اليات، باش توضعوا اليات باش توضعوا حلول لظاهره الارهاب، ولا باش تحلوا كالاسباب هكاهو؟ ما نعرفش انا ايش باش تعمل. انا حكيت مع صديق فني البارح دوله بركه، معناها اقنعني، نحب نوصل له كلمته هذه. التهريب هذه فاميليات تخدم بالكونترا، اخويا وقت اللي تسكر عليها الكونترا نهز لها الجيش والحاكم الكل نهزوا الحدود، نسكر عليها الكونترا، يساهموا هما ويعاونوا الارهابيين باش يضرب ضربه في وسط البلاد، وهذاك هانو ميساج اخويا هاك سكرت عليه لهنا، فهمتني؟ يلزمك تسيب لي التهريب. كيفاش؟ كي مش تولي تدخل السلعه مش يولي، فهمني؟ حتى كي مش يدخل الليسانس والمازوت والكونترا وما ادري شنو، مش يولي يتفركت كان السلاح، ما عادش يتفركت هذاك، وهذا يساعد الناس هذوما. الارهاب راهو يخدم كان الناس هذوك باش الناس كل تكلمنا ومتعاطفين 100% نحن ضد وتفعيل قانون الارهاب. حتى زاد الشباب تاعنا الناس والشعب لازم نحب نعطيهم كلمه. يا ولدي الحرس ولا الشرطه اللي تمشي لمركز حرس ولا شرطه باش تمشي تعرف في السياسه، راه باش تدخل في الارهاب. ما تمشي تعرف في حرس تعطيني تربيه زاده ولا شرطه تعطيني تربيه، تقول يا عمي الولايات باش نطلع على الولايات. هذه حاجه ثانيه، هذه زادة فيها معنوياش الارهاب. عنده فهمتني شويه فلوس والله، لكن انا نحب نعرف معناها يا سي بكار انتم كيما تنقدوا في الدوله وتنقدوا في حقوق الانسان والدنيا، نقطوا الدنيا الكل، قاعدين تراجعوا في نواحيكم وتحكيهم، شعلنا في الكبار، والله الكبار هم تربيت، اما هالعوين الجدد اللي طالعه في قوموا الارهاب بالعقليه هذايا سؤالي. في راينا نحن الفكره هذه ممتازه، الشباب بدا يتوعى نوعا ما، بدا يقف صف واحد مع جانب قوات الامن الداخلي اللي هما قاعدين يقاوموا في الظاهره هذه اللي توعى الشباب. حسب رايي انا تو بدا ينظر منظور اخر، ينظر منظور الامن، اللي الامن هو تو قاعد يكون في امن جمهوري يقف مع الشباب ويقف مع الدوله ويقف مع الناس كل مكونات المجتمع المدني اللي حاضره تو. ان شاء الله نقولوا تتواصل الدورات هذه وتكون الشباب واعي ويتوعى اكثر بحول الله ان شاء الله. بالنسبه لنا احنا عندنا المقاربه نتاعنا، احنا ساعه نفهموا الارهاب شنو المصدر نتاعو، شنو السيركوي اللي يتعدى عليه، شكون اللي قاعدين ينفذوا فيه، وشنو هي الحاضنه نتاعو، هذا كيفاش نخزروا للارهاب. بالنسبه لنا احنا باختصار معناها المقاربه الامنيه والحلول الامنيه احنا ضدها. المواجهه الامنيه مباشره مع الارهابيين المسلحين احنا نساندوها المواجهه هذه ونجم نكونوا كانوا واقفين مع الامنيين، لكن كمقاربه امنيه وكحل امني للموضوع هذا عمره لا يكفي وعمره لا يقضي على الارهاب، لانه الارهاب هو فكر، الارهاب فتاوا له ناس، مولوه ناس، جهزوا له ناس، حضروا له ناس، وبعد عطاوا الاخر حلقه في السلسله لك الشباب هذاك المهمش المعطل المفقر المجهل اللي عنده انسداد افق عطاوه باش ينفذ. معاهم اللي يقول ليه احنا وحدنا ما نجموا نعملوا شيء، لازمنا نحطوا النقاط هذه كل على الطاوله. اول حاجه مع شباب القيروان باش نطبقوا كما قال حياه الشباب الكل في كل الولايات، هذاك علاش اخترنا لكل ولايه زوج سفراء باش يعاونونا باش نمشي للولايات هذيك. انا نقول لك ديما النظر يرجع
يرجع مش لنا، يرجع للوزاره، يرجع لنا نحن. اليوم كان قعدنا مع الوزير افتكينا المشروع، ماهوش اقترحناه احنا ومنتو نحن فكيناه. المشروع هذا لم يتم معناها التنظيم نتاعو 27 28 29 مارس الانطلاقه نتاعو في القيروان. قال شنو الشعار السيد اللامركزيه هات نعملوا نقولوا مش عملوه في القروان ويدور على قائمه الكل وبعد عملوه في العاصمه الختام. المهم ينطلق بعد الاشكاليه في اختيار الموعد. احنا باش ناكدوا على الموعد نتاعنا، اذا ما وقتش الوزاره وقتها باش نخرج وزاده باش نقولوا الوزاره ما وقتش على الموعد هذاك وقاعده تاخر فينا وكذا وكذا.